في البداية أحب أن أبارك لنفسي وللشعب الكردي. هذا يوم تاريخي، هذا اليوم العظيم والمقدس بالنسبة لنا نحن الكرد. نحن كنا نحلم كثيرا بهذا اليوم، وفي النهاية بجهود الشارع الكردي والشعب الكردي تم تحقيق هذا الحلم. هي خطوة بداية، فسوف تمر بمراحل كثيرة، ولكن في البداية كانت خطوة ناجحة. وحسب المعطيات على الأرض بالنسبة للشارع الكردي وللشارع السوري وللعمل الإدارة الذاتية والقوات سوريا الديمقراطية على الأرض، يعني إشارات إيجابية، وسوف يبقى في الحياة هذا المؤتمر ويحقق ما كان يحلم به أجدادنا وما نحلم به، ونبني مستقبلا أفضل لأبنائنا. فيعني هذا المؤتمر يعني كانت بمثابة قوة وإرادة للشعب الكردي، والشعب الكردي يعني أثبت يعني قوته وإرادته من خلال أعماله على الأرض، من خلال تجربته في خاصة في سوريا رجاء كردستان. أتى المؤتمر حوار الوطن الكردي في مرحلة حساسة ودقيقة تمر بها المنطقة. هناك معادلات جديدة في المنطقة، هناك توازنات جديدة في المنطقة، وهناك إعادة رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي يجب علينا نحن ككرد أن نكون جاهزين لهذه المرحلة، لكي لا يحصل معنا مثل ما حصل مع أجدادنا أو الثورات الكردية السابقة. يجب أن نكون جاهزين لهذه المرحلة، ونشكر كافة حركات السياسية والأحزاب الكردية الذين يعني استجابوا لنداء الشعب الكردي وشارع الكردي. شارع الكردي هذا مطلبه منذ البداية، أن يتوحد الحركات السياسية والأحزاب السياسية، وأن يضحوا بمصالحهم الحزبية والشخصية في سبيل وحدة الصف الكردي.